شباب مساء الخير، كيفكم؟ لعلكم طيبين. أتمنى كلكم بخير وما عليكم أي عوجة. اليوم إن شاء الله اليوم الختامي لكورس أساسيات البرمجة بلغة سي بلس بلس الموسم الأول، وإن شاء الله هنا الليلة هناخد فانكشن. إذا في زول وصل هنا وما كان شاهد بقية الحلقات فأتمنى إنه يرجع يشاهد من الحلقة الأولى، بيديك مدخل ومسار كامل بيعرفك بالبرمجة يعني شنو. الكورس كان مقصود به الطلاب، وكان مقصود به برضه الناس الجدد وعايزين يتعرفوا على البرمجة يعني تمام، أو عايزين مثلا يفهموا البرمجة كويس. فخلينا تكون beginner friendly أو صديقة للمبتدئين بقدر الإمكان يعني. كنا دايما بنستخدم اللي هو الديبجر اونلاين اي دي اي، يعني قاعدة موجودة في الانترنت وكده، عشان ما اعذبكم من بداية شغل التستيب ده وكده. لكن الليلة الشبكة شوية كده كعبة، فأنا هستخدم كود إديتور تاني اسمها اللي هو سي لاين أو سي لايون. أسا ولا عندي يوم من الأيام كمان نيجي نحاول نوريكم كيف يعني تثبتوا وتشتغلوا بيهم في الفيجوال ستوديو كود. عموما احنا درس اليوم الليلة عندنا يعني الفانكشن يا جماعة. الفانكشن كده باختصار إنه يختصر لي الشغل يعني، ويختصر لي اللي هو تعب كتير بتاع الأكواد، ويرتب لي وينظم لي يعني تمام. وبحيث انه اصلا هو القلب النابت لاي لغه يعني، فاي لغه بيكون فيها فانكشن رئيسيه. هسي حاليا دي فيها اللي هو فانكشن، يعني دي بيسموها مين فانكشن، اللي هو كل الاكواد بتاع سي بلس بلس بتتنفذ اللي هو داخل اللي هو المين فانكشن دي تمام. والفانكشن هم اصلا في نوعين، في واحده ما بترجع لي حاجه، ما بترجع لي اي قيمه، وفي واحده بترجع لي قيمه تمام. اللي ما بترجع لي قيمه انا بسميه void، بكتب هنا void تمام. فده بقول له بس do something لكن ما ترجع لي اي فاليو، يعني زي ترسل الزول سوق تقول له امشي اشتري بصل وتفاح وحلاوه وبتاع وغلم هناك وتعال تمام. يعني يعمل حاجه لكن ما يرجع لك في النهايه اي قيمه تمام. ولكن الثانيه ممكن يرجع لك قيمه معينه بناء على النوع البياني اللي انت بتديه، سواء كان انتجر سواء كان اللي هو فلوت ولا اي حاجه. طيب يا جماعه، مرات في زول يعني داير يطبع رقمين، بيعمل كم كده كالآتي. مثلا هيقول انت مثلا اكس يساوي اللي هو 5، وبيجي هنا بقول له انت اللي هو واي بيساوي مثلا اللي هو 10 تمام. عشان يطبعهم بيجي بقول له سي اوت اللي هو مثلا اكس اللي هو بلس واي، وهنا بيجي بديه انت لاين تمام. وبعد ده بيجي بديه رن هنا عشان يجي ينتظر النتيجة بتاعه ويشوفه انه جابت له شنو 15. كويس حلو وورد. طيب انا ممكن ازيل دي برا يعني تمام، رجعت له 15 ظابط. طيب لو داير يتبع رقمين تانيات تاني هيجي يعمل انت زد انت كده 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 تمام، لو داير يتبع ارقام جديدة تانية يعني. لكن الفانكشن عكس الكلام ده، بيختصر لك الوقت او بيختصر لك شغلك يعني. بدل ما تعمل 15 16 كود مكررة، انت ممكن تعمل كودين فقط يعني تمام. ممكن تعمل كودين او تعمل 3 اسطر كود، ممكن يختصر لك يمكن 500 سطر، ممكن يختصر لك 400 سطر حسب التعقيد بتاع المسألة بتاعك يعني تمام. فهي ماشية بمبدأ اسمه اللي هو الدراي برينسيبل. الدراي اللي هو اختصار الدي دونت، الار ريبيت، الواي يور سيلف. فاختصارا هنا do not repeat yourself تمام. طيب انا عشان نكتب فانكشن نيجي نعمل شنو؟ طيب انا عشان اكتب فانكشن خلينا نطبق في ديل ذاته. اجي اقول له مثلا اول حاجه بحدد النوع البياني بتاعه add، وبيجي بقول له شنو انت داير تعمل شنو. والله داير الفانكشن ده داير يشيل قيمتين اللي هو اكس وواي صح. بيجي بقول له انت اكس، انا هاجي اقول له انت اللي هو واي تمام. كده انا اديته ديل الداخل الكامل بيسموه شنو؟ بيسموه اللي هو بارامترز. ظابط معاك؟ ده بيسموهم بارامترز. بارامترز انا اللي هو بدي متغيرات للفانكشن، ولقدام انا ممكن شنو؟ ممكن اجي ادخل له متغيرات وبناء عليه ينفذ شرط معين. فهنا مثلا بجي بقول له يا اخي والله اكس، اجي اقول له ريتيرن اكس اللي هو زائد واي، اكس بلس اللي هو واي. طبعا انا من البدايه ما اشتغلت لكم بالمحرر لانه في اوتو كومبليت، وعشان انتوا تلقوا الاوتو كومبليت وتعملوا بجرحه يعني كزول في البدايه تجي مباشر كده تدخل في الحياه الصعبه دي ما كويس. فاخترت اللي هو الاونلاين اديتور كان لانه لقيتها سهله وكويسه معاكم تمام. طيب بعد ما انا كتبت اللي هو الفانكشن بتاعي وظبطت اموري، بعد ده انا داير الفانكشن ده يشتغل، فبجي بقول له اد اللي هو ده بيسموه فانكشن كول، انك تجي تعمل فانكشن كول. ولكن يا جماعه في حاجه غلط هنا، ما هيحصل، ما هيتنفذ الفانكشن دي خالص. لانه في السي بلس النورمال سي بلس بلس انت ما ممكن تكريت فانكشن انسايد ذيس وان يعني. وفي نفس الوقت برضه هنا عفوا انا ما اديته قيم وكده،
فبغض النظر عن المادة قيم، انت ما ممكن تعمل فانكشن داخل الانت مين. الفانكشن بتاعك مفترض يكون خارج الانت مين. تمام. وبعد ذاك هنا ممكن تجي تديه الاكس اللي قدامك ده وتديه الواي. تمام. لما تجي تديه القيم اللي انت بعدين تديه للفانكشن اللي بسموه شنو؟ بسموها اللي هو arguments، الفاليوز اللي انت بتديه. اما في البداية خالص لما انت ما اديته اي حاجة، فده بتسميه شنو؟ تسميه اللي هو parameters. كويس. parameters يعني معناه انت تحجز بيها مساحة في الذاكرة. تمام. variables. اما اللي هو arguments ديل اللي هو الفاليوز. تمام. في values وفي variables. اذا جيت هنا حاولت قلت له يتبع عليك، فانت بتشوفه build finish، لكن في نفس الوقت هيجي تشوف انه ما طبع عليك حاجه. صح؟ اذا من هنا الفانكشن يا جماعه برضه هو بترجي لي قيمه. صح؟ طالما اصلا هي بترجي لي قيمه، انا اوريدي عارف الفانكشن دي بترجي لي اي قيمه. صح؟ طوالي بيجي بغزن القيمه بتاعه ده في متغير، ويجي بسميه result مثلا. لما اجي اقول له ريزلت واجي اقول له اد. طيب انت بعد داير تعمل شنو بالريزلت؟ والله داير اعمل له اللي هو سي اوت للريزلت بتاعي ده. تمام. فجدا هنا مباشر انت ممكن تجي تطبع اللي هو القيمه بتاعت. تمام. بعدين انت كده بناء. طيب what is this؟ هو شنو ريتيرن اللي برجع لي اللي هو برجع لي قيمة معينة. يعني ما شرط، ما شرط انا الا لازم اجي اتبعه بعد هو بترجع لي. بعد انا بناء على القيمة اللي بترجع ده انا ممكن انفذ شرط. طيب اذا داير تعمل تنفذ شرط، معناه القيمة اللي بتجي من الفانكشن دي تقوم شنو؟ تقوم تخزنها في متغير. تمام. تخزنها في متغير، وبعد بناء على المتغير ده اللي هو حامله للقيمة بتاعت الفانكشن اللي رجعه لي، بقوم شنو؟ بنفذ شرط. فاجي بقول له مثلا اف اللي هو الريزلت بتاعي ده. تمام. مثلا كان اكبر من او يساوي مثلا 18، هاجي اقول له شنو؟ مثلا سي اوت. طبعا انتوا عارفين يعني لما يكون اكبر من 18 انا بقول له شنو؟ مثلا هقول له adult. تمام. يجي يقول له مثلا else غير ذلك، فبيقول له سي اوت child. مشكلة. مشكلة لا تقول له تين child. تمام. 15 child. كويس. ممكن اغليه يعني يبقى مثلا 15 زائد 20 adult. كويس. طبعا علي ال 15 هنا وهو ده الريزلت بتاع adult. كويس. طيب انا عايز حاجة تانية. عايز شنو؟ مم، القيم دي انا ما عايزها تجي كده. القيم ده عايز ادخلهم انا طوالي جدا، ما في مشكلة. زي ما قلنا زمان احنا بنعمل كالآتي: بنيجي نحجز المساحات دي، وفي نفس الوقت بنيجي نقول لليوزر، بننبه انه يخسي اوت. هنا مثلا enter، نقول له enter your first number. كويس. تمام. وهنا سي ان اكس. كويس. بعديها حاجة اقول له سي اوت، هقول له انتر سكند نمبر. هنا حاجة اقول له سي ان اللي هو واي. كويس. فبالتالي بعد ده هو هيطلب مني الرقم الاول وهيطلب مني الرقم الثاني، وهي باصية للفانكشن اس ارجيومنت. كويس. هيجي الرقم الاول هيقول له 5، الرقم الثاني هيقول له 20. 25 يو ار ادلت. دي حاجة كويسة شديد يعني. تمام. انه انا استلم منه القيم ديل، وبناء على هذه القيم اقوم شنو؟ اقدر اتبع القيم دي. كويس. دي باختصار شديد اللي هو اسمها البارامترز والارجيومنتس. البارامترز هم ديل الفاريبلز اللي انا بديه للفانكشن. اما الارجيومنتس تمام دي الفاليوز اللي انا بديه للفانكشن بعد ما اجي انا اديب يعني. تمام. فهنا ممكن ترجي string، ممكن ترجي اللي هو مثلا string، ممكن ترجي غيره. في سؤال بيقول لي لا انا عايز فانكشن يعمل كالاتي: انا داير فانكشن بس يعمل لي سي اوت. كويس. يعمل لي سي اوت لشنو؟ نديه ماي نيم، ويعمل سي اوت للماي نيم فقط. انا ما داير اعمل اي حاجه تانية. جدا ما فيها مشكله. هاجي اقول له اد، او مثلا اجي اقول له string. يعني انت قلت داير نيم صح؟ اللي هو print full name مثلا. كويس. وحاجي اقول له شنو؟ string، وهنا هقول له name. ظابط؟ انت ليه هنا ما اديه سترينج؟ لانه انا داير يرجع لي القيمه. بالمناسبه في سؤال بيقول لي يا اخي انتجر معناها اسمه ده معناها يعني معناها بس شرط
الا اكتب الجوا. لا لا لا، ما شرط تكتب الجوا لانه حاليا مرجين انتو بتاع. لكن انتجر ده القيمه اللي بعدين بيرجع، سترينج ده القيمه اللي بترجع. انا عايز يرجع لي قيمه طوالي، بيجي بقول له void. تمام، هاجي اقول له void، انا ما ده يرجع لي قيمه صح. اذا void هنا اقول له سي اوت اللي هو شنو، نيم. ظابط. فممكن لو جيت كي، فهنا ممكن طوالي برضو هنا آه اعرف تاني متغير، اقول له string مثلا name كده يعني. فممكن اجي هنا اقول له مثلا enter او cout اللي هو مش سير نمبر، انما اقول له enter name. فهنا هاجي اقول له cin اللي هو name. كويس. بعد ده هنا انا ممكن اوقف دي، اوقف دي، واوقف function call برضو. الكومنت لقيت كلهم يا اخي، كان ممكن نعمل كومنت لهم كلهم يعني result. اوكي. ممكن نشيله من النهاية يعني. هنا ممكن اجي اعمل بس سي اوت، ما بعمل سي اوت ذاته. انا هنا بس بعمل حاجة واحدة، اللي هو بنادي الفانكشن بتاعي اللي هو فول اوكي فول او برنت فول نيم. بس بناديه كده، وبديه الارجيومنت بتاعي كان اللي هو عبارة عن اللي هو النيم. تمام. فمهمة الفانكشن دي بس انه يتبع لي النيم دي بس، ما تغذين لي اي قيمة. اللي هيجي يقول لي انتر مثلا مساعد. كويس. مهمته انه يتبع لي بس اللي هو النيم. طيب وانا هو انا قلت له شنو، سي اوت ذات نيم يعني. استلم النيم ولا سي اوت. هنا انتر نيم تيب اوف وان دي ممكن تخلص منهم يعني بس للتشويش وكده. انتر نيم take that name and print it. تمام. فبياخد الاسم اللي انا بديه وبعمل له برنت من دون ما شنو، من دون ما اصلا احتفظ به. انا الاسم بتاعه ده ما هقدر احتفظ به. اذا مثلا طبعا هنا ما بياخد الاسم ده بالكامل، فبالتالي انا هنا مضطر اقول له. هنا أنا ممكن اقول له get line cn get line cn والنيم. قلت له مثلا مصعب علي. فيلا بيتبع لي الكلام ده. طبعا يا جماعه في حاجه اسمها جيت لاين في السي بلس بلس. الجيت لاين انا بستخدم عشان ما اقدر اتبع اللي هو القيمه كامله يعني. اقدر اتبع السترينج كامل، لانه انا اذا خليته من دون جيت لاين، خليته بس خليته سي ان ساي زي ما لاحظتوا قبل شويه، انا كنت بكتب الاسم ما كان بيجيبه لي كامل يعني. ممكن نرجع لدالتنا الورا كان خالص. ده سي ان كان نيم كده صح. لو حاولنا هنا جيت قلت اكتب مصعب علي هنا، بنلقى انه ما عبرني يعني. عرفتها، بنلقى بس كتب مصعب يعني. فانا مضطر هنا اديه اللي هو جيت لاين عشان ما يقدر اقدر اتبع الاسم ده بالكامل يعني. لازم اديه جيت لاين عشان اقدر اتبع الاسم ده بالكامل. مصعب عليه كده بيتبع لي الاسم ده بالكامل. ظابط ده بالجيت ده في الجيت لاين. طيب في حاجه تانية اسمها سكوب او السكوب. السكوب ده يا جماعه معناها شنو، المواقع بتاع الفاريبلز بتاعك. تمام. هنا بنسميه مثلا لو جيت قلت له انت اللي هو اكس بيساوي 17، ده بنسميه شنو، جلوبال سكوب. جلوبال سكوب ده ممكن يشتغل جوا هنا وممكن يشتغل اي مكان تاني يعني. ظابط. تمام. عادي جدا ممكن يشتغل هنا ممكن ما يشتغل هنا. فعادي جدا هنا ممكن اقول له اللي هو اكس وانا فين. تمام. ده عدده في الجلوبال سكوب. تمام. ده يا جماعه السكوب. أو السكوب في جلوبال سكوب وفي اللي هو لوكال سكوب. الجو ده البره دي الفاريبل البره دي بيسموه شنو، جلوبال سكوب. الفاريبلز الموجودات هنا ديل اللوكال سكوب. كويس. دي اللوكال سكوب خاصه بالفانكشن دي. الدواء الفاريبلز الموجوده هنا تمام، الموجوده في السكوب دي انا ما بقدر بستخدمها في السكوب دي ولا بقدر بستخدمها في السكوب دي. تمام. انا ممكن استخدم مش شنو، ممكن استخدم ده ظابط.
ممكن استخدمه، وممكن انا مباشر بس استخدمه ما امرر الفانكشن اصلا كبرامتر. تمام، لانه اصلا اوريدي عندها فاليو هنا ظابط. عموما انا اللوكال فيريبل ما بقدر بستخدمه خارج الفانكشن ظابط. الجلوبال فيريبل بقدر بستخدمه في اي مكان. تمام، فيلا ده السكوب بتاعه. ده حاليا قاعد وين؟ قاعد على مستوى او قاعد خارج الانت مين، يعني قاعد في الجلوبال. طبعا في الانت مين برضه هيكون جلوبال، يعني انت عشان تقدر تستخدمه في اي مكان تاني. عرفت؟ فوق هنا اذا كتبت اول واحد بيكون جلوبال، برضه كتبته خارج الميت مين بيكون جلوبال. لكن اتاكد تماما اي فانكشن تكتبها داخل اللي هو فانكشن معين، ده بيسموها شنو؟ بيسموها اللي هو اللوكال سكوب او اللوكال فيريبل. فانت بتقدر تستخدمه في مكان تاني خارج اللي هو الفانكشن دي. تمام، باختصار شديد يا جماعه هنا قدرنا يتعرفنا على ما هي الدوال، وتعرفنا على مبدأ البرنسبلز، وتعرفنا على البارامترز وبرضه الارجيومنتس، وفي النهايه اللي هو قدرنا نتعرف على السكوب. وهنا ان شاء الله بكره حيكون في تمرين شامل، ويكون في مشروعين كده نستخدم فيها كل المعطيات اللي نحن عرفناها قبل كده، ما هي ال variables، على data types، على data structures الثلاثة اللي استخدمنا. وبكرة نعمل لنا بو تطبيق كده خفيف، برنامجين ثلاثة كده ننهي بيه الدور ده. وإن شاء الله نلتقي ليه بكرة يا جماعة. في حالة إنه مثلا أنت وصلت لحد هنا، فحاول شنو استخدم فانكشن يقوم شنو يتبع لك أعداد مثلا ناس بيتكم يعني، ولا يتبع لك اسمك، ولا يتبع لك أي حاجة. بس المهم استخدم الفانكشن دي في تمرين كده، أو اتدرب عليه في تمرين معين عشان تقدر ترسخ الفهم أكتر. لغاية ما نحن إن شاء الله بكرة بنستخدم ده الله أكبر، أو بنستخدم تمارين تانية. فإن شاء الله برسخ الفهم أكتر، ونلتقي لغاية بكرة يا جماعة.